ازيكم يا جماعة؟ في الفيديو ده هتكلم عن أهم أخبار أبل الأسبوعية. بصراحة قررت أخليها فقرة أساسية، يعني فقرة أسبوعية أساسية في القناة، لأنها بتلخص كل الأخبار اللي بتحصل سواء بقى من تسريبات أو أخبار لأبل. وكمان قبل ما نبدأ في الفيديو، كذا حد سألني عن اختصار السرقة. الاختصار ده ازاي اشغله وازاي افعله وازاي اضيف رقم في الواتساب يبعت لي عليه اللوكيشن والكلام ده كله. في اخر الفيديو سايب لك فقرة عن الموضوع ده. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. نبدا بقى باي او اس 19. ابل بدات تركز على تحسين استقرار النظام، وده بسبب ان اي او اس 18 كان فيه مشاكل كتير. وبحسب كلام مارك جورمان، الشركه هتعلن عن التحديث ده في مؤتمر الدبليو دبليو دي سي يوم 9 في شهر 6، يعني 9 يونيو اللي جاي. وخلاص اللي هو ناقص له اقل من 3 اسابيع تقريبا، والنسخه النهائيه او الرسميه هتظهر في شهر 9 اللي جاي مع ايفون 17. المميزات الجديدة أو آخر التسريبات عن iOS 19، وهي ميزة إدارة البطارية بالذكاء الاصطناعي. الميزة دي هتتعلم سلوكك في استخدام الموبايل، وبتتوقع امتى بتحتاج الموبايل في افضل حالته. يعني الاوقات اللي انت مش محتاج فيها موبايل الاداء بتاعه بيبقى عالي، اداء بطارية واستهلاكه من ناحية الاستهلاك. الاوقات اللي انت محتاج فيها موبايل بيبقى قبليها بفترة، يعني مثلا لو شغلك الساعة 8 الصبح، مثلا نفترض ان انت بتنزل الساعة 8 الصبح الشغل، فالميزة دي هتقدر تحافظ لك على البطارية قبل الوقت ده. يعني خلال وانت فترة انت نايم مثلا، هتلغي لك الاشعارات، هتلغي لك البيانات اللي شغاله في الخلفيه، الكلام ده كله عشان تحافظ لك باكبر قدر ممكن للبطاريه قبل الموعد ده. وكمان بتقلل من الاستخدام الخاطئ للبطاريه، وكمان بتزود من عمر البطاريه. كمان ميزه جديده وهو دعم اللغه العربيه لقلم ابل. طبعا الناس اللي بتشتري قلم ابل دلوقتي هتقدر يعني تكتب بخط جديد من خطوط اللغه العربيه في تطبيقات زي الملاحظات والكلام ده كله. يعني مثلا الخطوط العربيه ابل مش مهتميه بيها دلوقتي، هيضيفوا لك خط الرقعه وخطوط كتيره جدا مختصه باللغه العربيه، ودي حاجه كويسه جدا. مش بس في تطبيق ملاحظات، اي تطبيق خارجي من طرف ثالث لو بتستخدمه عن طريق القلم بتاع ابل، فهتقدر تستخدم خطوط كتيره جدا للغه العربيه، ودي حاجه كويسه جدا. اتمنى بقى يركزوا في الذكاء الاصطناعي واللغه العربيه، ودي حاجه مبشره جدا ان اللغه العربيه ممكن تدعم في اي او اس 19 بالنسبه للذكاء الاصطناعي. كمان هيحصل تحسينات في الواي فاي، هيقدر ينظم لك اتصال ذكي في اي او اس 19 في الاماكن العامه زي الكافيهات زي المطارات والكلام ده كله. وكمان هيمنع اي تطبيقات من الوصول لاي بيانات، خصوصا لو الشبكه دي غير موثوقه، يعني الشبكه هو شايف ان نسبه الامان بتاعتها ضعيفه. هيمنع اي بيانات توصل لاي تطبيق من التطبيقات اللي على الجهاز. وكمان من التسريبات اللي عن اي او اس 19 ان انت هتقدر تخصص مساعد بديل لسيري في الاتحاد الاوروبي بس. اتمنى ان الميزه دي تكون في كل الدول عادي، بس الميزه دي باختصار ان انت هتقدر تختار المساعد الشخصي ليك بديل سيري، يعني بدل سيري تقدر تختار شات جي بي تي، تقدر تختار جيميناي، ودي حاجه كويسه جدا. هتخلي يعني هتدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في نظام الاي او اس. كمان يعني انت ممكن بدل ما تقول هي سيري، هتلاقي مثلا ممكن تختار شات جي بي تي تقول له هي شات جي بي تي، او يا شات جي بي تي بدل يا سيري، او يا جيميناي بدل يا سيري. كمان الكار بلاي حصل عليه تطور. دلوقتي في نسخة جديدة من الكار بلاي، وهي كار بلاي وهي كار بلاي الترا. ابل دلوقتي بدأت تطرح ميزة الكار بلاي الترا في سيارات الاستون مارتن. طبعا عارفين سيارات الاستون مارتن دي سيارات يعني فخمة جدا، ومع مرور الوقت هتوصل لكيا وهونداي وبقية الشركات زي ما احنا عارفين. لكن في انتقادات في الموضوع ده، ان بسبب التصميم الجديد بتاع الكار بلاي بيلغي هوية الاستون مارتن. مثلا شكل التصميم بتاع الاستون مارتن فخم جدا، فشكل العدادات بتاع الكار بلاي اما بتيجي تعمل كونكت ما بين الايفون والكار بلاي الترا، بتلاقي شكل العدادات مش حلو او مش يليق بفخامه الاستون مارتن او تصميمات الاستون مارتن. ده بالنسبه للكار بلاي الترا. بالنسبه لشركه ايبك جيمز، قدمت لعبه فورتنايت تاني لابل على الاب ستور الامريكي، لكن ابل رفضت اللعبه ومسحتها عموما عن الاي او اس تماما، يعني في كل دول العالم. حتى الاتحاد الاوروبي اللي كان لسه نازل فيه السنه اللي فاتت 2024، ابل مسحت اساسا لعبه فورتنايت وتعاملات شركه ايبك جيمز تماما. لان شركه ايبك جيمز لو ما تعرفوش ان هي كسبت في قضيه القضايا اللي فاتت بسبب ان ابل بتحتكر 27% من ارباح التطبيقات. يعني مثلا لو بتشتري حاجه من جوه التطبيق، فابل بتاخد نسبه 27% من الارباح بتاعت الشركه دي، او من اي حاجه بتشتريها من جوه اللعبه مثلا. فايبك جيمز رفعت قضيه وكسبت القضيه، فبناء عن كده ابل نزلت اللعبه للاتحاد الاوروبي مش في الاب ستور بس، تطبيقات خارجيه. فمن هنا نقدر ننزل التطبيقات من بره الاب ستور بس في الاتحاد الاوروبي. ابل رجعت قفلت ده كله اليومين دول بسبب ان ايبك بتضغط على ابل ان هي تنزل اللعبه للمتجر الاساسي اللي هو الامريكي لكل العالم بقى خلاص، مش بس في الاتحاد الاوروبي، بسبب ان هي فازت في القواضي اللي فاتت، ودلوقتي بتجبر المحكمه ان هي تخلي ابل توافق على نزول لعبه فورتنايت بشكل رسمي على الاب ستور.
وده بالنسبه لايبك جيمز. نيجي بقى لحاجه تانية، وهي ان ابل دلوقتي تقدر تسمح لقوائم التشغيل بتاعت سبوتيفاي. لو انت منزل برنامج سبوتيفاي اللي هو بتاع موسيقى، تقدر تشيل قوائم التشغيل اللي موجوده في سبوتيفاي تنقلها على طول لابل ميوزك على طول بكل سهوله. يعني بقت حاجه سهله جدا ان انت تقدر تنقل قوائم التشغيل اللي موجوده في سبوتيفاي او حسابك على سبوتيفاي لابل ميوزك على طول بدون اي صعوبه. كمان ايربودز برو 3 وايربودز ماكس دلوقتي حصل في تسريبات كانت موجوده بتقول لك ان في اي او اس 18.5 ان ابل بتجهز تضيف كاميرات اشعه تحت الحمراء عشان الذكاء الاصطناعي في اجهزه ايربودز برو 3 عشان يشتغل مع الاي اي يعني والذكاء الاصطناعي بتاع ابل. كمان ايربودز ماكس هتكون اخف وانحف من النسخه الحاليه لان كان في مشاكل بسبب ان وزنها تقيل، فمع الاستخدام الطويل بتسبب مشاكل في الراحه والكلام ده كله. نيجي الايفون 17 اير، وهو التسريبات المعروفه انه هيكون اخف وزن والكلام ده وانحف تليفون في شركه ابل، بس هو هيكون انحف من اس 25 ايدج نفسه. بس الغريب ان البطاريه هتكون 2800 امبير. دي حاجه غريبه جدا لان البطاريات دلوقتي بتبقى 5000 4000 ونص والكلام ده كله، ف 2000 ونص امبير دي حاجه قليله جدا، او 2800 امبير حاجه قليله جدا. احنا كده رجعنا 10 سنين ورا. بس لكن ممكن ابل زي ما قلت قبل كده ان هي تخلي المعالج ينزل باداء قوي واقل استهلاك للطاقه، فده هيعوض ده. او ممكن ابل تنزل بتقنيه جديده زي ان هي تستخدم بطاريات جديده من نوع سيليكون انود، ودي عشان يعني تعوض الحجم الصغير بتاع البطاريه. واخر حاجه ان ايفون اير هيكون وزنه 145 جرام، يعني وزن خفيف جدا. كمان ايفون 18 ممكن يجي بتغيير كبير زي ان الفيس اي دي هتبقى جوه الشاشه نفسها، يعني هتبقى داخل الشاشه هنا كده، وهيبقى شاشه الايفون كلها كامله، وهيبقى فيه يعني الكاميرا بس اللي هتبقى ظاهره. فما نعرفش ان ممكن يتلغي الدايناميك ايلاند ولا بسبب الكاميرا هيبقى ده النوتش الحقيقي بتاع الدايناميك ايلاند، والدايناميك ايلاند هتفضل مستمره معانا السنه اللي جايه في 2026. كمان ايفون فولد هيجي في 2027، والايفون فولد ده اللي هو الايفون اللي قابل للطي اللي انت بتقفله كده وبتفتحه. بس التسريب الجديد ان هيكون في بصمه في زرار الباور هنا، بصمه يد، عشان انت عارف الايفون فولد يعني الفيس اي دي هيبقى فيه مستشعر هنا، لما تقفله هيبقى فيه مستشعر هنا، فهيبقى تكلفه كبيره. فاما يحطوا لك بصمه هنا على طول فتشغل على طول الايفون احسن ما يحط لك هنا فيس اي دي وهنا فيس اي دي والكلام ده كله. والكلام ده موجود في اجهزه كتيره زي سامسونج وبيكسل. وكمان في 2027 مش بس كده هيحصل ان في ايفون جديد هيظهر اللي هو الايفون فولد، لا كمان هيحتفلوا بمرور 20 سنه زي فاكرين 10 سنين ساعه ايفون اكس. في 20 سنه بقى هيقدموا شاشه كامله للايفون، يعني تصميم جديد كليا من غير ولا حواف، زجاج بالكامل من ظهر الجهاز لاخر الجهاز. التليفون عباره عن شاشه بس، عباره عن شاشه حرفيا. فاكرين ايفون اكس لما كان نزل الايفون 7 وال8 والكلام ده كله، كان شاشه عاديه جدا والنوتشين اللي هنا او البارين اللي هنا دول وزرار البصمه. نزل الايفون اكس بقى شاشه كامله. في 2027 مرور 20 سنه برضو هينزل شاشه كامله بس من غير النوتشات اللي احنا شايفينها دي او الحواف البسيطه اللي على الجهاز، وهي يعتبر هيبقى شاشه كامله، ودي هتكون طفره في تصميم الايفون. وبس كده، دي كانت احدث الاخبار بتاعت ابل واحدث التسريبات اللي حصلت الاسبوع اللي فات. تعال بقى نرجع للموضوع اللي الناس طلبته مني كتير، وهو اختصار السرقه. ازاي افعله، ازاي اشغله، ازاي احدد يعني شخص معين يرسل لي اللوكيشن عليه التليفون على طول. تعالى كده نخش على برنامج الشورت كات نفسه اللي هو الاختصارات. اول حاجه بندوس على الثلاث نقط دول بعد ما دخلنا على البرنامج، وبننزل تحت. ما نعملش اي حاجه غير في حاجه واحده بس، ان انت بتعدل اسم الشخص ده. يعني مثلا انا بقول له سند اللوكيشن للشخص ده على الواتساب، فانا بدل ما هختار الشخص ده هتدوس هنا وامسح بس، واختار اسم شخص انا محتاجه. مثلا لو كتبت اي حد هيجيب لك ارقام كتيره زي ما انت شايف كده، وبتختار الشخص اللي انت عايزه وبتدوس اوكي وبتدوس دن كده. خلاص دي مهمه الاختصار اللي انت تعمله، دي خلاص اول مهمه خلصتها. تاني حاجه عشان تفعل الاختصار بقى اوتوماتيك يشتغل لما بتعمل وضع الطيران، بتخش هنا بتدوس على علامه الزائد دي وبتختار ايربلين، تكتب ايربلين او وضع الطيران يعني ايربلين. فانت بتختار الاون، اول ما بيشغل وضع الطيران يشتغل الاختصار. تمام، اول حاجه بتختار اون، تاني حاجه بتختار تاني خيار اللي هو ده. ولو متفعله عندك الخيار اللي تحت ده خالص كده، اقفلها زي كده. يعني لو هي كده اقفلها سيبها كده، وبتدوس نيكست وبتختار الاختصار اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع السرقه. فبننزل تحت كده، فبنختار الاختصار ده اللي هو بتاع السرقه. سيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو، فهو ضاف لك السكريبت بتاعه. فمجرد اللي انا بعمل كده فبيطلب مني الباسكود. لو عملت اي حاجه فكده هيشغل وضع الطيران ويشغل الداتا ويشغل الواي فاي ويبعت لي اللوكيشن على الرقم الاخير اللي انا بعته. وكده ده
بكل سهوله ازاي تفعل الاختصار ده. وبس كده، دي كانت احدث الاخبار والتسريبات عن ابل الاسبوع ده، وباين كده 2027 هتكون سنه ضخمه جدا من حيث التطورات في التصميم وكمان الاجهزه اللي اول مره هنشوفها من ابل. لكن السنه دي هنشوف اي او اس 19 اللي ممكن يكون هو محور التركيز او الناس مركزه عليه، وكمان ايفون 17. قول لي ايه اكتر ميزه عجبتك في اي او اس 19، او ايه اكتر ميزه مستنيها؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.